من مدينة النعمان نرفع شعار الحداد من أجل أبنائنا وأخوتنا وخواتنا عوائلنا اللي استشهدوا في حريق العرس البارحة بالموصل. الرحمة والخلود إلى كل اللي استشهدوا والشفاء العاجل إلى الجرحى، والله يصبر كل عائلة بقت فقدت. كل بيت عراق البارحة بكى، وكل بيت عراق البارحة فقد. اللي وقعوا من اخوتنا المسيح والديانة المسيحية هم اخوتنا وناسنا. اليوم من مدينة النعمان وقفنا وقفة حداد بشموع وبعلم واحد، ننادي إلى السلطة، نقول التقصير واضح مبين. القوات المدنية اللي اجت بنص تنكر مال مي او بربع تنكر مال مي، وزارة الصحة اللي ما مهله مستشفيات بالموصل، وشفتوا اللي صار. ولازلنا نباوع العديد من الشهداء جاي يروحون واكو بيهم يتعالجون، بس ماكو علاجات. لحد البارحة ب3 بالليل انا نزلت فيديو وهواية من العالم تقول اكو دم بس ماكو الملتزمات الطبية. احنا نقول معكم يا عراقيين يا شرفاء، مع اهل الموصل، مع شرفاء الموصل، مع العوائل اللي فقدت. الله يعوضكم والله يصبركم والله يرحم اللي راحوا من ارض النعمان. اني وكل اخوتي اللي بالعظميه وقفنا وشعلنا شمع وسوينا وقفه من اجل الشهداء من مدينه بغداد، من مدينه العظميه، ندين ونستنكر هذا العمل اللي سوته السلطه، اللي لا مجهزه مستشفيات ولا مجهزه قوه مدنيه. الدفاع المدني اللي راح بنص تنكر مال مي، والمستشفيات اللي ما عندها حتى سرير. احنا نقول على السلطه الانتباه على العوائل، وليش الديانة المسيحية مظلومة وليش مناطقهم منكوبة. أتمنى من العراقيين يصحون، وأتمنى من الموصل تصحى وتشوف حل لنفسها. الله يرحم اللي راحوا والشفاء العاجل للجرحى، والله يصبر اللي بقوا وراحوا من ضحاياهم. من الأطفال الناس شردت ليش راحت هناك تعيش يا بلادي يا أبو الخير.